السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبال العمال الجدد في بيئة العمل خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية لازم يتم بشكل احترافي ومنظم علشان نضمن سلامتهم وسلامة الفريق كله، وكمان نهيئهم نفسيا ومهنيا. تعالوا نتكلم عن ازاي نستقبل العمال الجدد خطوة بخطوة. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. أولا، ليه استقبال العمال الجدد مهم جدا؟ لأن العامل الجديد مش عارف مخاطر الشغل اللي هيتعرض ليه. ممكن يتعرض لحوادث بسبب قلة الخبرة أو عدم فهمه للإجراءات. بيكون محتاج يندمج مع الفريق ويتعلم ثقافة المكان، ودي من مؤشرات السلامة الأساسية. بعد كده بننتقل لخطوات استقبال العامل الجديد. أول حاجة بنسجل العامل أول ما يوصل، نسجله في دفتر أو ملف العمال. نتأكد إن كل أوراقه سليمة، الهوية بتاعته، الإقامة، الرخصة، شهادات طبية، المؤهلات. تاني حاجة التدريب التمهيدي اللي هو اندكشن تريننج. أول يوم لازم ياخد جلسة تعريف بالمكان كله. بنشرح له طبيعة الشغل، بنشرح له المخاطر اللي ممكن يقابلها في شغله، بنعرفه أدوات السلامة الشخصية المتوافقة للأعمال اللي هو شغال فيها. بنعرفه أماكن الطوارئ زي مخرج الهروب، طفايات الحريق بتبقى فين عشان لو حصل حاجة معاه لا قدر الله. إسعافات أولية، نظام التبليغ عن الحوادث أو الحوادث الوشيكة، نعرفها في الموقع. ناخده رفع على أقسام الموقع، نقول له فين الأدوات، فين الحمامات، الكانتين، الإسعافات، التجمع وقت الطوارئ. بنعرفه على المشرف بتاعه وزمايله، وبنسلمه معدات الحماية. بنسلمه الخوذة، بنسلمه الجاكيت الفسفوري، بنسلمه القفازات، بنسلمه النضارة، بنسلمه الكمامة. لو في أي غبار بنشرح له يلبسهم إمتى وإزاي يقدر يتعامل معاه. بنتأكد إن المقاس بتاع كل حاجة دي مناسبة ليه عشان ما تشغلهوش فوق شغله. بناخده جلسة مع مشرف السلامة، بنتكلم معاه شخصيا ونفهمه إننا موجودين علشان نحميه مش علشان نأذيه. بنشجعه يسأل لو مش فاهم حاجة، بنشرح له أهمية التبليغ عن أي ملاحظة، وبعد كده بيتم توقيعه على الحضور والاستلام. العامل بيوقع إنه حضر التدريب، وبيوقع إنه استلم أدوات السلامة، وده مهم جدا قانونيا. نصايح إضافية: أول أسبوع بنخصص حد من زمايله يساعده، وبنتابع أدائه أول أسبوع ونقيم سلوكه. لو في لغة مش مفهومة بنستخدم رسومات أو ترجمة. وبنكرر التدريب بعد أسبوع عشان نثبت المعلومة عنده. أخيرا، استقبال العامل الجديد مش مجرد إجراء روتيني خالص، ده استثمار في سلامته وسلامة المكان كله. لما بنشرح له من البداية ونعرفه الإجراءات بنمنع حوادث قبل ما تحصل. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.